عمنا المربي الناصح، حبيبنا المهندس الفاهم، وأخونا الدكتور الشاطر. 11 علامة لازم ناخد بالنا منهم. بيقولولك قطيعك داخل على مشكلة لازم تلحقها بدري بدري. فراخك بتتجمع عند مصدر الحرارة أو بتبعد عنه، أو في لهس شديد، أو في أجنحة مفرودة، معناها في مشكلة في الحرارة والتهوية. الحق حلها بسرعة. زيادة أو نقص استهلاك المية عن المعدل الطبيعي، واللي المفروض بيكون ضعف العلف أو تقريبا 9 ل10 أضعاف العمر. لو زيادة عن المعدل الطبيعي دي بتقولك إنه يا إما الجو حر يا إما في مشكلة معوية. لو نقصت عن المعدل الطبيعي ده بيقولك في بداية مرض. الحق ابدأ حل المشكلة. نقص استهلاك العلف عن المعدل الطبيعي، واللي المفروض يكون 5 أضعاف العمر تقريبا، ده بيقولك إنه في بداية مشكلة معوية أو تنفسية. الحق حلها بسرعة. شفت إنه الفراخ عندها خمول ونقص حركة، اعرف إنك داخل على مشكلة فيروسية أو بكتيرية، أهمهم نيوكاسل إنفلونزا إيكولاي مايكوبلازما وخلافه. لو في معاها انتفاش في الريش انت كده دخلت في المشكلة اصلا. ابدأ حلها، ما تستناش. سمعت اصوات تنفسية غير طبيعية، في خرخرة، في صوت شخير، في صوت عطس، في كحة، ده مؤشر لانك داخل او دخلت اصلا في مشكلة تنفسية، اي بي، مايكوبلازما، نيوكاسل انفلونزا وخلافه. اسهال غير طبيعي، اخضر ممكن يكون نيوكاسل، ممكن برد، بني ممكن يكون كوليستريديا، احمر ممكن يكون كوكسيديا، ابيض ممكن ايكولاي، ممكن سالمونيلا، ممكن جمبورو، ممكن مشكلة في الكلى، اصفر في التهاب في الكلى او في سموم. بس مش دايما الالوان دي دقيقة 100% مع نفس الامراض اللي قلناها. دخلت العنبر وشميت ريحة مش مظبوطة، في امونيا عالية، في ثاني أكسيد كربون، في أول أكسيد كربون، كارثة. الحق حلها بسرعة، هتدخلك في مشاكل كبيرة، هتدخلك في مشاكل تنفسية والتهاب في العيون. في رطوبة عالية في الفرشة، اعرف انك هتدخل في كوليستريديا وكوكسيديا. اوزن باستمرار، ولو لقيت انه الفراخ متوقفة في الوزن او بتزيد زيادة قليلة او اقل من الطبيعي، اعرف انه في مشكلة، في مشكلة حرارة، في مشكلة رطوبة، في مشكلة علف، في مشكلة انك داخل على مرض. ان شاء الله هتعرف تحلها. قطعان البياض، لو لقيت فيه انخفاض في انتاج البيض مرة واحدة، غالبا يا اما داخل في مشكلة فيروسية يا اما في مشكلة في العلف. اخيرا النافق لازم يتسجل يوم بيوم. لو لقيته زاد عن 2 أو 3 من 10%، يعني كل 1000 طائر يطلع 3 طيور نافق. لو زاد عن كده أو وصل حتى ل3 في ال1000، ده كده بداية المشكلة. ابدأ حل المشكلة بدري بدري. حلول سريعة تبدأ بيها: ظبط التهوية، افحص العلف، راجع الحرارة، حط فيتامينات ورفع مناعة وغسيل ومنشط كبد. أول حاجة تعملها استشير الطبيب فورا. دمتم سالمين. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعة.